حبيب يا ديش، هخليك تعيد. لو جيت منتجت ولقيته مش حلو هنعيد الفيديو. الساعة دلوقتي 6:30 الصبح وانا لسه راجع من فرح، متخيل؟ طيب خليني اقول لك في البداية ان الفرح في النوبة مش مجرد ليلة وخلاص، تقدر تقول حالة طوارئ، بمعنى اصح حب بين الناس كلها. دلوقتي انا لسه راجع من الفرح وهو لسه شغال، والناس لسه ليلتها صباحي ومفيش حد بيشتكي من الصوت، والبلد كلها واقفة معاك عشان تبسطك في يومك. بس استنى، الموضوع ما وقفش لحد هنا، وفي حكايه تانية. وقت الفجريه كنا عند عريس تاني خالص، كان بيتحنى عشان النهارده العقد بتاعه، بمعنى تاني كاتب كتابه، بمعنى تالت الاشهار. قعدنا معاه وسط اللمه وشربنا شاي بلبن، واكيد معاه البسكوت المعتبر، في جو فجريه رايق ما يتعوضش. تفتكر كده خلصنا؟ لا، في حكايه تالتة. وانا بكلمك دلوقتي في دبايح بتاعت عريس تالت خالص. الدبايح شغاله والشباب بتجهز للفطار عشان النهارده ليلته. تخيل في ناس كانت معاك في الفرح الاول هي نفس الناس اللي كانت سهرانه مع العريس التاني، وهي اللي واقفه مع العريس التالت في الدبايح دلوقتي. واخيرا الافراح في النوبه مش مجرد معازيم وليله، الافراح هنا يعني نشيل سوا. الناس هنا بتلف من بيت لبيت عشان يساعدوا ده ويفرحوا مع ده، والكل بيعمل كده وهو مبسوط وراضي، لان ده ببساطه هو الطبيعي والاصل عندنا. جو الافراح والنخوه دي هي اللي بتخلي النوبه حيه وجميله باهلها. قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر عاده عجبتك في افراحنا، وما تنساش تعمل فولو عشان تشوف حكايات تانية من قلب النوبه. واخيرا قاسم النوبي محتواه هيخليك تحس انك عايش في النوبه معانا.